أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في الجزء الثاني من موضوعنا أبنائنا وتحديات المهجر. زي ما ذكرت في الحلقة السابقة أنا تناولت موضوع التحديات اللي تواجه أبنائنا. الآن نأتي للجزء الثاني من لقائنا أو حلقتنا، اللي هو التحديات اللي تواجه الأسرة أو الوالدين. إحنا طبعاً لما نتكلم في التحديات الأولياء الأمور والمربين أقصد به الأم والأب أو الزوج والزوجة. فالآن نأتي ما هي تحدياتهم، ما هي معاناتهم الحياتية اللي يمر بها الوالدين أو الآباء في المهجر. ونرجع شوية كمان يعني في موضوعنا في البداية، لما نحن جينا لهذه البلاد أنا ذكرت أنه حملنا داخل حقائبنا الكثير من الأشياء. تأتي من ضمنها نحن لما هاجرنا حقيقة ما كان عندنا كثير من الأسر ما كان عندنا دراسة كافية، وهذه واحدة من أسباب أصبحت التحديات أصبحت ضاغطة على الوالدين. ما كان عندنا معلومات كافية. أنا مهاجرة، ناخذ مثال، أنا الآن مهاجرة إلى كندا أو إلى أستراليا، هل أنا أدع في اعتباري ما هي هذه البيئة، ما هي اللغة، كل ما يتعلق بالبيئة الجديدة. وأنا أتوقع أنه خاصة الهجرة في السنوات الأخيرة في التسعينات والألفينات ما كان في دراسة إنه من قبل الوالدين، وبالتالي يصبح التحدي قد يكون شيء طبيعي لكن يتعازم التحدي. واحدة من الأشياء اللي عدم معرفة البيئة الجديدة، عدم وجود معلومات كافية عن البلد اللي احنا نهاجر فيه. ومن ضمنها كانت مثلا تحدي اللغة، كانت أصبحت واحدة من التحديات الكبيرة. إن اللغة أنا هاجر وأنا في السن يعني ممكن متقدم يكون عندي حاجز اللغة، يعني ابني يتعلم في روضة في مدرسة بلغة وأنا ما أعرف أتواصل، ما أستطيع أن أساعد ابني إذا كنت أنا ما أعرف اللغة الإنجليزية، اللغة النرويجية، كل اللغات. لو إحنا نمسك كل اللغات العالم أو البلاد اللي فيها أسر كبيرة من مجتمعنا. تحدي آخر اللي هي الاختلاف في العادات والتقاليد. أنا زي ما ذكرت هي أصبحت تحدي ليس فقط للأبناء ولا للأولياء الأمور، على مستوى المجتمع ككل. يعني كل المجتمعات تعاني الاختلاف في إنه وده هذا الشيء طبيعي جدا. أنا هاجرت لبلد يختلف عني، أنا ما أستطيع أن أغير هذه الشعوب، لا أستطيع أن أغير هذا البلد المضيفة، لكن أنا يجب علي كيف أن أحافظ على قيمي، على عاداتي، على تقاليدي بما يتوافق مع النظم والقوانين في البلد المضيفة. من التحديات الأخرى هي كثير من العادات والتقاليد في بعض الشعوب، حتى لو كانت هي بلاد إسلامية لكن عندها بعض المفاهيم. أذكر منها مثلا في بعض الدول جنوب شرق آسيا عندهم قضية العلاقة ما بين البوي فريند والجيل فريند هي موضوع مقبول. يعني من الأشياء يعني فعلا نحن نستغرب، نحن كمجتمع مثلا عندنا حتى لو كانت الأسرة ما من منظور إسلام أو غير متدينة، أسرة عادية جدا، لكن هذا تعتبر من الأشياء اللي غير مقبولة، تعتبر من الخطوط الحمراء في المجتمع. يعني في المجتمع ككل يعني تجد إنه البنت أو الشابة والشاب يعمل اعتبار ليس فقط للأسرة الصغيرة ولا الأسرة الممتدة، حتى على المستوى الجيراني. يعني أنت لازم تعمل حسابك لابن الجار، هو يعتبر من واحد من أفراد الأسرة يعني. فأصبح إنه دي واحدة من التحديات. يعني كثير من الأسر تستغرب، يقول لك كيف إنه البنت أهلها يسمحوا لها إنه تجيب الصديقة أو البوي فريند حقها في البيت وتخرج معه عادي. يعني دي واحدة من التحديات الكبيرة جدا. النظم والقوانين والتعليم اللي يمكن بشكل كبير جدا هذه البلاد تختلف عننا في قيم، في نظامها، في قوانينها، في عاداتها، في تقاليدها، وتصبح هي تحديات بالنسبة لنا نحن كأولياء الأمور في ظل غياب الأسر الممتدة، في ظل غياب المجتمع
والبيئة الحاضنة في ظل غياب المساندة الاجتماعية. فأصبح هنا أصبح يتضاعف التحدي. فبدل ما يكون تحدي أنا مثلا لو كان معي خالي، عمي، بنات، يعني كل الأسرة ممتدة، فأنا أكون لوحدي فهذا يعني وسط الأمواج ووسط الضغوط الكبيرة جدا. فيصبح التحدي بالنسبة للأسرة كبير جدا، ويصبح من الأشياء اللي أحيانا يكون فوق طاقة الأسرة. الشعور اللي هو بالغربة الداخلية، غربة نفسية، غربة روحية، غربة اجتماعية. تجد الأم والأب أحيانا ما يستطيعوا أن يعبروا عن معاناتهم النفسية. تشعر أن الزوجة أو الزوج، يعني خاصة أنا أقصد هنا اللي هو الأنثى، النساء عادة بتركيبتها النفسية، المرأة يعني حساسة جدا. أول خروج بالنسبة لها في بلد مختلف، اللغة مختلف، العادات، تشعر بغربة يعني داخلية، غربة الديار. تفتقد الأهل، تفتقد الأحباب، تفتقد الأصحاب، تفتقد كل الذكريات الماضي. فبالتالي بينعكس على أحيانا على تصرفاته، ينعكس على طريقة حياتها في تعاملها مع أبنائها. فتجد إنه أحيانا لأبسط الأسباب إنه تكون هي متوترة، تكون هي قلقة. فبالتالي الشخص اللي يكون ما مستقر نفسيا، ما مستقر اجتماعيا، أكيد ما حيستطيع إنه يعطي هذا الحب، هذا الاستقرار للآخرين. من التحديات الأخرى غياب الحوار الإيجابي بين أفراد الأسرة، وده نتيجة يمكن انشغال الوالدين، وغياب الحوار، غياب الجلسات الاجتماعية، غياب اللقاءات الخاصة بالأسرة الصغيرة. وده يمكن يترتب عليه حتى على أبنائنا. أنا ذكرت إنه الغياب ما بين الأبناء والآباء، عندنا غياب ما بين الآباء والأبناء، غياب ما بين الأم والأب، الزوج والزوجة. فبالتالي هذه المنظومة المتكاملة إذا ما في بيناتهم جلسات حوارية، جلسات نقاش، لقاءات خاصة يناقش فيها هموم الأسرة، يعني يناقش فيها قضاياهم، فغياب هذا النوع من الجلسات بينعكس سلبيا على الأسرة ككل. ويصبح إنه أحيانا بيؤدي إلى مسألة عدم التفاهم، يسأل اللي هو سوء الظن، يأتي إلى كثير من الأشياء نتيجة لهذا التحدي. وأصبح هو كذلك يعني سبب من أسباب. أحيانا يقول لك أنا الزوجة أنا أشتغل أحيانا 12 ساعة عشان يكون عندي وضع مادي مريح، وعشان ابني يعاني من نقصي في بعض الأشياء. يعني طبعا واحدة من التحديات إنه الأبناء كل واحد يفتخر إنه هو يلبس بشكل معين، خاصة في الغرب أو في عموما في الميجر. الشباب كلهم يهتموا بالماركات يعني، ولازم هو يكون وضعه ما أقل من أصدقاء. فبيكون هنا تحدي كبير على الأسرة، على أحيانا الأم والأب الاثنين هم يكون عندهم يشتغلوا أوفر تايم عشان يوفروا هذه الاحتياجات. لكن هل فعلا الأساس هو أن نحن نلبس أبنائنا ماركات، ولا أن نحن نلبي احتياجاتهم الأساسية اللي هي الروحية والنفسية والاجتماعية؟ الغياب أحيانا يمكن واحدة من الأخوات الأمهات كانت تذكر إنه تقول لي عنده مشكلة إن ابنه في مرحلة ثانوية ويكون عنده وقت طويل جدا في المدرسة، فيها أنشطة. طبعا أنتم عارفين عامة في الغرب يعني بيهتموا بالنشاط، الأنشطة الرياضية، وهي طبعا سلاح ذو حدين، يعني عندها جانب إيجابي وعندها جانب سلبي. الجانب السلبي يمكن إحنا واللي نعتبره جزء من التحدي عدم وجود الوقت الكافي حتى أنا أفهم ابني، أفهم مشاعره، من ماذا يعاني ابني. فبالتالي إذا أنا ما أقدر أحرمه من هذه الأنشطة، فكون أنه هو يشارك شيء طيب، لكن بالمقابل يكون على حساب هذا اللقاء الأسري، على حساب التجمع الخاص بالأسرة واللي نناقش فيه قضايا وجزء من الانتماء. يعني أنا إذا ما جلست مع أسرتي أشاركها حتى في الأشياء البسيطة جدا، يعني في احتياجاتنا، ماذا نفعل، خططنا، إجازاتنا، فإذا ما في وقت كافي بالتالي طبعا بينعكس عليه كثير من الأشياء. يعني هي ما قضية فقط مسألة الحوار، لكن لها تبعات، هي مسألة تأثر فيه بشكل كبير. التحدي الآخر اللي هو ضعف المسؤولية تجاه الوالدين. يعني يمكن
نحن ما نصدر أحكام مطلقة نقول كل أولياء الأمور، لا، في بعض أولياء الأمور ودي بعض الحالات اللي احنا لاحظناها من خلال الأنشطة اللي قدمناها للأسر، من خلال اللقاءات، من خلال الشكاوي والأسئلة اللي كانت تجينا كاستشارات. يعني تقول لك مثلا الزوج وقته كله يجلس في القهوة في المقهى، يجلس مع أصدقائه أو مشغول بالفيسبوك أو بأي كان من أنواع التواصل الاجتماعي، ويكون هو يعني ما عنده وقت لأبنائه. أحيانا حتى ما يتابعون في المدارس. فيقول واحد من الأخوة اللي هو يعمل في مجال الإرشاد وهو في السوشيال، يعني يقول في كثير من لقاءات أولياء الأمور في المدارس بتأتي الأم، يعني هي تجي الأم هي اللي تتابع، هي اللي تسأل، لكن يكون في غياب. وبالمقابل يمكن يكون العكس، يعني يمكن الأم تكون مشغولة اللي هي يسموها الأم الحاضرة القائبة والأب الحاضر القائب، بمعنى هو جسديا ويكون موجود لكن ما يكون عنده تفاعل، ما يتحمل مسؤولية. وهذه عدم تحمل المسؤولية بيكون عندها آثار ويكون عندها نتائجها على مستوى العلاقة ما بين الزوج والزوجة، وعلى مستوى أنه أنا أحيانا أفقد ابني، أنه إذا أنا ما شعرت بمسؤولية تجاه تربية ابني فبالتالي ممكن يكون هو عرضة لكثير من المشاكل، للعصابات، يكون عرضة لأصدقاء السوء. من هنا يأتي المشاكل وتأتي أن الابن يتعرض للإدمان، يتعرض لكثير من القضايا اللي هي تكون مخالفة لقوانين البلد المضيف. فنقول هي من الأسباب حقيقة تحتاج، هذا موضوع كبير جدا، عدم تحمل المسؤولية. ويكون من الأشياء الثانية اللي هي أحيانا عدم تحملنا بالمسؤولية يعني يجعلنا نعتمد فقط على الدعم المادي من الدولة. فأحيانا بسبب اللي هي يسموها الدعم الاجتماعي، بتكون الأم تأخذ الأموال مثلا أو تأخذ نصيب الأبناء، والأب هو ما عايز يعمل، ما عايز يشتغل. فيجي من هنا تأتي الثغرة حق المشكلة، إنه النزاع ما بين الزوج والزوجة. وده ظهر كتير حقيقة في موضوع أيام في ظل الكورونا. طبعا ما كان في عمل، فأصبح يقول واحد من الأخوة يعني يقول أصبحت في مشاكل ما بين الأسر في موضوع الدعم المادي اللي يأتي من الدولة للأبناء. فالزوجة عايزة هي ترسل لأهلها ولأقاربها وهي تشوف إنها أولى بذلك، والزوج يقول أنا كمان يعني أنت زي ما أنا أشارك في مصروفات البيت لازم أنت تشاركي. ومن هنا يأتي تكون هي عرضة للأسرة، عرضة للتفكك، عرضة للانفصال، عرضة لكثير من المشاكل، غياب الأب عن البيت بسبب عدم التفاهم، بسبب عدم الحوار الفعال. ودي الأشياء اللي ناقشناها في الحلقات السابقة من برنامجنا، وتكون سبب برضو جزء من الخلافات اللي تؤدي في النهاية لدمار العلاقة الأسرية. تأتي كذلك يعني واحدة من الأسباب الحوار وأسباب غياب المؤسسات الاجتماعية. يمكن كثير من الأسر تعاني وتكون واحدة من تحدياتها ما تكون هنالك مؤسسة اجتماعية. يمكن هذا التحدي بيشمل الأبناء وبيشمل الأسر كمان، يعني يمكن أنا ذكرته في الحلقة السابقة والآن أعيد وأكرر يمكن في موضوع نفسه. نحن عدم وجود مؤسسات اجتماعية تعتبر بالنسبة يعني قصد المؤسسات الداعمة للأسرة نفسها، لأنه منظومة التربية وتربية الأبناء وتقديم الخدمة للأبناء ليس فقط فعلا من الأسرة، لكن البيئة الخارجية، البيئة هي بما نقصد البيئة الخارجية، المدرسة، المسجد اللي هي الأطفال اللي يدرسوا في المدارس نهاية الأسبوع، الأطفال اللي هم داخل الأندية الثقافية والاجتماعية. أحيانا بتكون في مجموعات مثلا كل قبيلة عندها رابطة، عندها نظام اجتماعي، فبالتالي تجد أنه تكون دوحة قيابها في بعض المناطق. يعني مثلا بعض الأسر موجودة في نفترض في شمال السويد أو في جنوبه أو في شرقه، ما تجد الأسرة بيئة حاضنة، يعني تكون هي لوحدها. وده بيكون سبب أنه ممكن الزوج يحصل عمل في هذه المنطقة، ويكون التحدي إنه هي بما أنه في دولة يمكن فيها جالية كبيرة، جالية إريتريا، يكون جالية في جاليات عربية، وهي جزء في تشابه في تقارب بيننا وبين الجاليات الإسلامية والعربية، لكن نتيجة لظروف عمل، نتيجة للحاجة المادية، تجد إن الأسرة تشعر بوحدة داخل الأسرة، داخل البلد المضيف.
يعني بالمقابل يكون في العكس، يعني تجد بعض الأسر من حظها أن هي يمكن تسكن وسط مجتمعها، تسكن وسط القبيلة، وسط اللي يكون متشابهين في أشياء كثيرة، وبالتالي بيكون بالنسبة لهم التحدي أقل ويكون المعاناة أقل، ويستطيع أنه من خلال هذه البيئة المحيطة يستطيع أنه يواجه هذه التحديات. حقيقة هو موضوع التحديات للكبار موضوع طبعا هو كبير وموضوع متشعب، لكن أنا يمكن حاولت يعني ألخص أهم التحديات اللي تواجهنا نحن كأسر. وأنا أختم هذا اللقاء بأنه أحيانا هذه التحديات دفعتنا أنه نعيد هجرة مرة أخرى. يعني إحنا جينا والتحديات لأنه أتينا لهذه البلاد وما نحمل مؤهلات، ما نحمل أي درجة علمية، فبالتالي اضطرينا نهاجر بلد تاني، وأصبح هنالك هجرة مركبة وتحدي إضافي جديد. نسأل الله أن يعيننا جميعا. أكتفي بهذا القدر، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله نواصل في موضوعنا أبنائنا وتحديات المهجر في الحلقة القادمة. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا.